ايه؟ ويلكم باك تو ماي شانل. للناس اللي اول مره تشوفني، هاي انا اسراء بسيوني. دايما بعمل فيديوهات كده كل فتره عن الموضه في المحلات وعن الافكار اللي بتاعت اللبس اللي من المحلات، ان انا اروح المحلات اوريكم ايه الموضه، ايه الحاجات اللي موجوده، بحيث ان انتوا لو حابين تنزلوا تشتروا تبقى عندكم خلفيه عن الموضه اللي فيها، ولو برضو مش هتشتروا تبقوا عندكم ايه الموضة اللي في المحلات، بحيث ان انتم ممكن تدوروا على حاجة شبهها في المحلات المناسبة ليكم. فانا كنت عملت الفيديو بتاع موضة الربيع والصيف، هتلاقوه في الكوردز فوق هنا وهتلاقوه في الديسكريبشن تحت. روحوا شوفوا الفيديو ده عشان تبقوا تعرفوا ايه الموضة اللي انا نازلة ادور عليها. ومن غير كلام كتير يلا بينا نروح نشوف الموضة اللي في المحلات. بس بليز قبل ما نبتدي ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اللي جنب زر الاشتراك عشان يوصلكوا اول ما اعمل فيديو جديد. وبرضو يا ريت تبقوا تتابعوني في الانستجرام عشان تشوفوا اللوك اوف ذا داي، ايه الترندز الاكتر ولوك بوردز كده معينه. فمستنياكم اشوفكم في الانستجرام. يلا بينا نبتدي. دايما بحب ابتدي كده باللبس اللي انا لابساه النهارده. انا لابسه لايك انيمال برنت توب على لاجينج وبوتي. البوتي دي بصراحة يعني اكتر جزمة لبستها في الشتاء، لبستها تقريبا كل يوم. لبست البيني دي اسمها ايه؟ او ماي جاد مش فاكرة اسم البتاع دي. anyway هفتكر اسمها وهكتبها لكم، بس كيوت اوي. كانت من Forever 21 ولبستها على الشنطة دي. الشنطة دي كنت جايباها من زعفل دي من السنة اللي فاتت، كنت جايباها من السنة اللي فاتت من زعفل. بس it's really cute كده لما ببقى بعمل شوبينج ومش عايزة اشيل حاجة تقيلة عشان ما يبقاش معايا حاجات تركيب كتير، بحبها و that's it. I like this outfit. هاخد معايا برضو like jacket عشان لما الدنيا تسقع بالليل. ما لسه بصراحة الجو سقع، فإن كيس ان الدنيا سقعت يبقى معايا جاكيت. most probably هاخد الدينم جاكيت او البلطو الاسود بتاعي. which one؟ دينم جاكيت او بلطو اسود. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. Everything about you calling out to me. I got to hold you. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for you. Every little word, I can't get you out of my mind. Oh baby, every curse like a new adventure pulling me into the center closer. Yeah, baby, I'm not playing around. I mean every little word, I can't get you out of my mind. Oh baby, every curse got me going crazy, can't control it, can I see it all? Man. نبتدي بأول موضة هي التريكو. الموضة التريكو يمكن من أحدث الموضات اللي موجودة، وزي ما قلت هي موضة بقالها كتير ما نزلتش. حلو البيس دي تبقى حلوة جدا على الجينز، طبعا نقص الحتة اللي ملهاش لازمة دي بس شكلها حلو صيفي
مفتحة فتنفع جدا في الصيف. I really like it. يمكن من الوان الموضة قوي هي اللون الازرق ده، ف I really love البنطلون ده. بصوا فيه ديتيلز من هنا شكله حلو قوي، بس انا جبت البنطلون مقاس اكبر مني. ف anyway قلت اوريها لكم، بس تبقوا جيبوا يعني مقاسكم. انا قلت هحتاج مقاس اكبر من مقاسي، لا جيبوا مقاسكم. يعني انا مقاسي سمول جبت ميديوم، لا هو محتاج سمول بصراحة. حلوة بلوز دي قوي قوي قوي، هي برضو فيها تريكو اللي هو طالع موضة. مش عارفة انتوا شايفين الديتيلز ولا لا. يعني لو بنطلقها هتشوفوا ان في ديتيلز دانتيل كده، فطالع موضة جميلة لايقة جدا مع البنطلون الازرق. Already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for yeah. طبعا لما اجي اقيس الحاجه لازم بتفاجئ كده، يعني مش عارفه انا اشتريت فستان لي لارج، يعني جبت فستان لي لارج عشان اقيسه، الله اعلم. انا مقاسي سمول، اجيب لارج دي الله اعلم. anyway هو الفستان كان نفسه يعني هو لونه حلو قوي، تشجيرته حلوه قوي، موديله حلو جدا، طوله حلو. يعني لو بنت مش محجبة طبعا يبقى ليها حلو جدا، لو بنت محجبة ممكن عايزة تلبسه على اللاجنج او على جينز يبقى شكلها حلو جدا. بس طبعا دي لو واحدة طويلة، ان هو طوله لازم واحدة طويلة. بس تقسيمته حلوة قوي. زي ما قلت هو بس محتاج ان هو يتجاب مقاسي. تشجيرة جميلة. نسيت اقول لكم طبعا في فيديو الموضات ان الالوان دي اللي هي تحسيها سكارفات برادا وجوتشي وكده، السكارفات بتاعتهم التشجيرات دي طالعة موضة، فتلاقوني جايبة فيه حاجات كتير جدا لايك نفس الخامة والألوان الستان، يعني الموديلات دي طالعة موضة كده. فلورال طالع موضة زي ما قلت، فستان ده حلو بس مش حلو عليا. بس لو واحدة محجبة عايزة تجيب فستان، الفستان ده يبقى جميل عليها. فيعني تراقبوا فيديو المحجبات هبقى عاملاه كده بموديلات، فهتاخدوا انسبيريشن اكتر. الطقم ده للمحجبات حلو قوي. بصوا البنطلون طبعا ده عايز واحدة طويلة عني بكتير، انا كده لابسة بتاعتي. anyway بس البنطلون واسع وجميل وعليه شميز برضو بتاعه نفس النقشة. الموديلات دي كده طالعة موضة قوي ان انت تلبسيها على بعض. لو انت حاطة البنطلون لوحده على لايك جاكيت جينز قصير يبقى حلو، تلبسيه الطقم حلو برضو. فيري ترندي، يعني دي ترند طالعة موضة جدا، وطبعا الحجابات هتبقى موضة جدا جدا جدا. غير ان انتوا الشميز ده ذات نفسه ممكن تقفلوه تلبسوه كفستان، ممكن تلبسوه على بنطلون جينز فستان وهو اصلا ليه الحزام بتاعه، فتقدروا تقفلوه وتربطوه بحزام. عملتوا كده البلاوز دي اول ما شفتها كده افتكرت المحجبات تنفع ليكوا جدا. وزي ما قلت الباترن دي والقماشة السلك اللي هي كأنها سكارفات دي طالعة موضة، فانتوا كده لو لبستوها هتبقى على the coolest trend ever. طبعا تليق على جينز ابيض هيبقى شكلها حلو قوي. Yeah, baby, I'm not playing around. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh, baby, every color got me going crazy. Can't control it, can I see it all? Man.
الموبايل فصل شحن بعد ما رحت زارا. بس فزي ما انتوا عارفين ان زارا ده عشق بالنسبه لي، بروحه يمكن ممكن اخلص فيه شحن الموبايل كله. بس don't worry، هيبقى فيه like second و third part للفيديو ده، يعني جزء تاني والتالت للفيديو ده، ما تخافوش. هعمل فيه المحلات اللي طلبت مني، كنت سألتكم على الانستجرام وبرضو على اليوتيوب عايزين تشوفوا المحلات الايه اللي انتوا عايزين تشوفوها. ناس كتير قالت عايزين تشوفوا LC وكيكي، ديفاكتو، H&M طبعا اتطلب مني اور، وانا ذات نفسي عايزه اروح ستراديفارز، وكمان عايزه اروح برشكا. فان شاء الله هروح المحلات دي في السكند وثيرد بارت اشوف فيها الموضه ايه خلال الاسبوعين الجايين، ممكن بعد عيد الام كده عشان يكون اللبس نزل. عشان انا لاحظت ان المحلات لسه ما نزلتش كل الكولكشنز بتاعه الربيع والصيف، ومهتميه قوي انها تنزل السيل بتاع الشتاء. فان كيس ان انتوا عايزين تروحوا السيل، هتلاقوا فيه سيل حاليا في المحلات، روحوا الحقوه. نزل عليه حاجات كتير جدا. انا ذات نفسي اشتريت حاجات من زارا في سيل، هبوريها لكم. فروحوا الحقوا السيل اللي في المحلات، زير حلو هتستغلوه، واشوفكم في الفيديوهات الجايه. بس عشان تشوفوا الفيديو الجاي ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو عشان اعرف ان انتوا حابين فكره الفيديو ده، عايزين تشوفوا فيديوهات تانية، وتشتركوا في القناه، وطبعا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم اول ما اعمل الفيديوهات الجديده، وتشيروا الفيديو ده مع حد تحس ان الفيديو ده هيعجبه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.